الليل كان سوداوي. إسماعيل قاعد على الترابيزة هو ومراته وعياله، العيون مبرقة والضحكة مش طبيعية. ريحة الدم مالية البيت وصوت خطوات تقيلة جاية من فوق. يسرى مسكت ايد شادية وبدأت تغرز ضوافرها في جلدها لحد ما الدم نزل، وحسام واقف بيضحك والهياكل العظمية بتتحرك في ضلمة الصالة كأنها بتتفرج على المنظر. علاء كانت واقفة قدام المراية، فجأة وشها تشوه وبقى فيه جروح عميقة بتنزف، وإسماعيل بيقف وراها مبتسم وعيونه بتلمع زي الفحم المولع. حسام كان بيجري في الطرقة وهو ماسك سكينة المطبخ، عينه مليانة دموع بس بيضحك بهستيريا. وعلى الحيطان بقع دم طازة بتنزلق لتحت. يسرى فتحت باب الأوضة، لقت سرير مليان جثث متعفنة، الدود بياكل في وشوشهم، وإسماعيل بيقف وراها وبيقول بصوت منخفض لسه في أكتر. شادية كانت قاعدة على الأرض بتاكل حاجة بإيدها، ولما رفعت وشها كان فمها كله دم وأسنانها ماسكة قطعة لحم بني آدم. علاء نزلت للسرداب، النور بيقطع، ولما قربت من الركن شافت عينين حمراء بتلمع وجسم بيتحرك على أربع، صوته زي تكسير العظم. إسماعيل كان واقف في المطبخ بيقطع لسان بني آدم ويحطه في طبق، ودم الضحية بينزل على الأرض وبيعمل بركة كبيرة. يسرى كانت ماسكة راس مقطوعة من شعرها بتكلمها كأنها عايشة وعينيها متثبتة على الفراغ وهي بتضحك. حسام واقف في نص الصالة، جلده بيبدأ يتقشر ويقع على الأرض، وتحته جلد اسود لامع وعيونه بتسيب دخان اسود. شادية بتزحف على الحيط زي العنكبوت، ظهرها مكسور بزاوية غريبة وإيدين طويلة بتخرج من جنبها، والدم بينقط على الأرض. إسماعيل واقف قدام باب البيت ودراعاته بقت أطول من الطبيعي، صوابع مدببة ولسانه طالع لحد صدره بيصدر صوت أشبه بالزئير. علاء مسكت الفاس ونزلت بيه على ضحية مربوطة في الكرسي، الدم طاير على وشها وهي بتضحك وكأنها بتلعب لعبة ممتعة. يسرى قاعدة في المطبخ بتطبخ في حلة كبيرة والدخان طالع منها برائحة لحم بني آدم، وفي الإناء يد بشرية بتطفو فوق الشوربة. حسام بيجري ورا واحد غريب حاول يدخل البيت، ضربه بالسكينة أكتر من 10 مرات وكل طعنة كانت أعمق من اللي قبلها. إسماعيل كان بيجر الضحية من شعرها على السلم، وكل درجة بتنزلها تسيب خط دم وراها، والضحكة الشريرة مش بتفارق وشه. شادية فتحت فمها على الآخر وصرخت، بس الصوت اللي طلع كان زي خوار حيوان مذبوح والدماء بتنزل من ودانها. علاء كانت ماسكة قلب لسه بينبض بتضغط عليه بإيدها، والدم بيتدفق منها للأرض وابتسامتها مليانة جنون. يسرى فتحت الدولاب القديم وطلع منه طفل ميت من سنين، عظامه متفككة ولسه عليه بقايا هدومه الممزقة. إسماعيل مسك فانوس قديم والنار اللي جوه قلبت لهب اسود، وكل حاجة حواليه بدأت تسيح كأنها شمع. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتفعل الجرس وتشترك في قناة دارك تيلز عشان تشوف كل قصص الرعب الجاية.